بتبقى لحظة وموقف، لحظة بتقرر فيها ايه المشروع اللي انت عايز تبتدي فيه وعايز تنجحه، وموقف لما بتعدي جواه بيغير فيك حاجات كتير قوي وبيغير حياتك. تجربة ممكن جواها يكون الموضوع صعب قوي وقاسي، بس بإيديك انت لما تخرج منه تخرج أقوى ويخلي حياتك أحسن. لحظة وموقف مرت بيهم منى العباسي علشان تبقى أقوى وتبقى واحدة من أنجح سيدات الأعمال في مجال التجميل. منى اتولدت في الثمانينات، ولما كان عندها 10 سنين مرت بتجربة قاسية جدا. جالها مرض فيروسي نادر قوي خلاها مش قادرة تتحرك تماما، شل حركتها بالكامل، بقت نايمة على السرير مسطحة مش قادرة حتى تحرك أناملها. أبسط وظائف بنعملها كل يوم بسهولة كانت بالنسبة لها بتتعمل بمعجزة، حتى التنفس ما كانتش بتقدر تتنفس بشكل طبيعي. والنعم اللي موجودة في حياتنا لما بنعتاد عليها بناخدها for granted، فلما بتتسحب مننا فجأة بنحس بعجز مضاعف. منى بفضل الله والحمد لله قامت من التجربة دي وخفت وعوضت كل حركة ما كانتش قادرة تتحركها وكل لحظة ما كانتش عارفة تعيشها بشكل طبيعي. منى اتحركت أكتر ولعبت وجريت وعاشت طفولتها، ودخلت الجامعة سنة 2005. دخلت كلية الأعلام ميجر تسويق، ورغم إن هي كانت شاطرة جدا في دراستها إلا إن هي ما خلصتهاش في الوقت المعتاد، وده علشان كانت بتحاول تستغل كل لحظة هي عايشاها. فكانت بتشارك في نشاطات طلابية كتيرة جدا، وكانت بتشارك تقريبا في كل ايفنت ممكن تشارك فيه. ده خلاها تاخد ترمات زيادة وما تتخرجش مع دفعتها. منى اتخرجت واتجوزت وسافرت دبي، وكأي حد عادي مسافر بلد جديدة أول شوبينج هيعمله هو إن هو يدور على المنتجات اللي كان بيجيبها في بلده الأم. ومنى مغربية الأصل، المغرب يعني حيث الأعشاب الطبيعية والزيوت الطبيعية والطمي المغربي. نزلت تدور على أي صابونة أو أي مرطب علشان تستخدمه، مش لاقية أي حاجة من اللي هي متعودة عليها وعارفاها. كل المنتجات اللي بتلاقيها كيميكال بالكامل. عمالة تبص على الانجريدينت اللي جواها مش فاهمة منها ولا حرف، حاسة ان هي عايزة تروح تحضر دكتوراه في الكيمياء علشان تفهم الكريمات دي متكونة من ايه. وهي دي كانت اللحظة اللي منى ابتدت تفكر فيها في مشروعها. خلال بقى الفترة اللي عاشتها منى في دبي قبل ما تبقى بيزنس وومن، اشتغلت موظفة في أكتر من شركة، منهم الشركة العالمية لوريال للتجميل. وهناك بقى دخلت مطبخ التجميل وعرفت كل حاجة بتتعمل ازاي، وعرفت أسرار البوزيشننج وازاي إن منتج تكلفته الفعلية $1 ممكن تتباع ب10 دولار بس عشان الماركتنج والبوزيشننج بتاع البراند. ابتدت فكرة مشروعها تتبلور، وابتدت مشروعها مع شريكين، جوزها واخوها، ابتدوا براس مال $50,000 وخدوا تمويل من منصة التمويل الجماعي. والمنصة دي اللي ما يعرفهاش هي منصة بتمول مشروع مقابل أسهم ليهم في شركتك، بس بيبقى في شرط وحاجات لازم تحققها ونجاحات تعملها في خلال 90 يوم، علشان لو ما حققتهاش هيسحبوا فلوسهم وانت هتبقى على البلاطة. ومنى مش بس نجحت، هي نجحت نجاح مش طبيعي. بدأت تعمل كل حاجة بإيديها، من أول الخلطة والمكونات لحد إن هي بتعبي المنتجات وبتغلفها وبتشحنها وبتتابع البيج بتاعتها. سمول بيزنس وومن اونر زي ما الكتاب قال بالظبط. ما كانش معاها في البداية غير أخوها وجوزها. ابتدت بصفحة على الفيسبوك وابتدت تبيع أونلاين. شوية بشوية ابتدت تنزل بازارات، المعارض اللي بتكون معمولة للمشاريع الصغيرة أو حتى للبراندات الكبيرة اللي بتكون مدتها من يوم ل3 أيام. كانت بتنزل من الصبح تعمل كل حاجة في المعرض بنفسها، هي اللي بتعمل المنتجات في البيت وبتغلفها وبتجيبها وبتقف كمان تبيعها للزباين. شوية بشوية ابتدى الناس يعرفوها، وفي 2014 طلعت سلمة تانية وخدت خطوة أكبر، وهي إن هي تاخد بارتيشن جوه مول دبي فيستيفال، وابتدت تبيع في قلب المول، وابتدت تعين موظفين اللي هم السيلز اللي بيبيعوا للزباين. 2014 ل 2020 منى كانت بتتوسع اكتر في البيع الاونلاين، وكانت كمان البارتيشنز بتاعتها جوه المولات تتوسع، وفتحت اكتر من بارتيشن في اكتر من مول. بس وصلت لنقطة ان هي محتاجة تاخد خطوة اكبر، وقتها فتحت فرع ليها جوه دبي مول عشان الدلع يكمل، منتجات طبيعية ومنتجات مغربية
محتاجين بقى نفتح سبا ونفتح حمام مغربي. ولحسن حظها ان الستور اللي كان جنب الستور بتاع إزيل فدي خدته وعملت سبا كل المنتجات المستخدمة فيه من قلب البراند بتاعها إزيل، كلها منتجات طبيعية. منى تقريبا بتصنع 90% من منتجاتها فروم سكراتش، وبعد ما كانت تقريبا ما بتحققش ربح نهائي ويدوبك اللي جاي على قد اللي رايح، ابتدت تحقق مبيعات وصلت ل10 مليون دولار سنويا. والشركة اللي كانت بادئة بمنى وجوزها واخوها بقى فيها 140 موظف. وبعد ما كانت بتحسب حساباتها بالورقة والقلم، ولما اتطورت شوية استخدمت الاكسل، بقى عندها نظام RPE كامل، وعندها CRM حط عليه كل منتجاتها وكل تفصيلة ليها علاقة بالبيزنس بتاعها علشان تتابعها بدقة وما يفوتهاش اي حاجة. منى كمان بتتطلع ان هي تفتح في دول كتير زي السعودية وقطر واكيد طبعا المغرب. إزيل بتوصل منتجاتها للعالم كله، ومنى بتوصل لنا صوتها وبتقول لنا حتى لو الفكرة كانت بسيطة وابتدت بداية صغيرة، ممكن جدا بالشغل والعمل والصبر ان هي تكبر وتوصل للقمة. ما تنساش ان انت كمان تقدر تبتدي من الصفر وتوصل للقمة، واول خطوة هتساعدك ان انت توصل للقمة ان انت تعمل لايك وكومنت وشير وسبسكرايب علشان تتابع قصص نجاح ملهمة تساعدك وتزقك ان انت تبتدي وتوصل للقمة.